بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. صنفنا النهاردة عبارة عن فراخ مشوية بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، وهنعمل كمان شوربة الشوفان وهقولك بتتعمل إزاي. والله العظيم جربيها مش هتبطلي تعمليها على طول، هتدمنيها. شوربة حلوة قوي مغذية، قيمتها الغذائية عالية، بتساعد الناس اللي عندهم مرضى السكر ان هم ياخدوها، ما بتأثرش معاهم. الناس اللي بتحب الدايت او بتحب تاكل الاكلات الخفيفه. وكمان هنعمل شويه بقى من المشاوي وشويه من المحشي، سهله سريعه كده، اكله كده لذيذه من الزمن الجميل، طعمها حلو قوي، خفيفه بسيطه، مش هتكلفك شيء. عايزه اقول لك ان اللي موجود قدامك ده حوالي نص فرخه مع شويه من المحشي، مع الصنف القمر الجميل الحلو دوت اللي انا وريتهولك من شويه اللي هو الشوفان. وتعملي اكله قيمتها الغذائيه عاليه وحلوه قوي وتكفي اكتر من شخص. وصدقوني والله ما هتكلفك الا حاجات بسيطه من جوه البيت. تعالوا نشوف حكمه النهارده. الاول بنقول انه ليست السعاده انك تمتلك كل شيء، انما السعاده الحقيقيه ان يسعدك ربنا سبحانه وتعالى بما عطاك ويرضيك بما اتاك. فالحمد لله دائما وابدا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. عندنا هنا برضو جورج برنارد بيقول: لو فشلت في انك ترفع حد لمستوى اخلاقك، فما تخليهوش ينجح في انه ينزلك هو لمستوى اخلاقه هو. يا سلام على الجمال. طيب، تعالوا نقول بقى هنا الصنف بتاعنا. انا عندي نص فرخه، قطعتها حتت صغيره زي ما انت شايفه كده، وغسلتها عده مرات بالدقيق بقى، بالخل، بالملح، اغسلها زي ما تغسلها. المهم ان عشان تبقي فاهمه ان السالمون اللي هي البكتيريا الموجوده في الفراخ هي ما بتموتش الا بالغلي والتسويه. فمن الاخر كده مهما تغسلي فيها هي مش هتموت البكتيريا اللي فيها الا بالغسيل. طيب، بنقول هنا الا بالتسويه، قصدي بالطهي على النار يعني. هنا انا عندي هنا نص دجاجه بالظبط اهو، 3 4 قطع حلوين، فضل وعدل ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يديمها نعمه علينا. خدت قطع الدجاج دي بعد ما غسلتها كويس قوي، بدات افتحها بالسكينه كده، ارش عليها رشه من الملح، وهعصر عليها عصير ليمونه كبيره زي ما انت شايفه معايا كده. حط عليها سنه من الفلفل الاسود وشويه من الكمون، وقلب الكلام ده كله كويس قوي معاها. طيب، تعالي عايزه اقول لك هنا معلومه اللي هي عن آه، آه، حاجات هتفيدك، او حيل ابداعيه بتسهل عليكي حياتك. ايه هي الحيل ديت؟ بنقول لو انت عايزه تبيضي الهدوم بتاعتك بدون ما تحطي اضافه اي اضافات عليها، حط عليها خل التفاح. يعني لو عندك هدوم فيها اصفرار شويه، الهدوم البيضاء بالذات، الملابس الداخليه البيضاء، فانت عايزه تبيضيها من غير ما تحط عليها اي اضافات، حط عليها خل التفاح، شويه من خل التفاح. الاخت اللي معانا دي حطينا كمان هنا معلقه من الزنجبيل، ومعلقه صغيره، وشويه من البودر اللي هو توابل الفراخ اللي بتبقى حاميه او حراقه او سبايسي، وسنه من البصل البودر، وسنه من التوم البودر. تتبيله القمر دي، وشويه من الزيت، وشويه من عصير الليمون، وقلبي الكلام ده كله. بص بقى، ولا زبادي ولا لبن رايب ولا الليله دي كلها، ولا توم، ولا بصي، معلقه من التوم البودر. تاني بقول لك التتبيله اللي انا حطيتها على الفراخ: شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه كمون، شويه كزبره ناشفه، عصير ليمونه، معلقه زيت، معلقه خل، شويه من الزنجبيل، معلقه من البصل البودر صغيره، ومعلقه من الثوم البودر. قلبي الكلام ده كله يا قمر، اقسم بالله هتدوقي طعم فراخ مشويه تحفه. غير الريحه ما هتقلب الدنيا. ولا تقولي لي بقى صوصات، ولا زبادي، ولا مش عارفه صوص مش عارف مين، ولا دبس رمان، ولا مش عارف صوص ايه، ولا الافتكاسات دي كلها، كلها مكلفه على ميزانيتنا وميزانيه الاسره. بالحاجات التوابل اللي موجوده عندك، ودعاكي الفراخ دي كويس قوي بعد ما تكوني فتحتها بالسكينه وتبليها بالشكل القمر دوت. خلاص. طيب، من الحيل برضو بقول لك هنا انه علشان تتخلصي من ريحه الاحذيه الكريهه او الرائحه الكريهه للاحذيه، حطي في قلبها حته فحمه، او هاتي باكو شاي فاضي وحطيه جواها. خلاص. وتقدري تلفيها في كيس كويس قوي وتحفظها في التلاجة لمدة 24 ساعة، هتختفي الكلام ده كله. تمام. طيب،
انت لما بتيجي تقطعي البصل ويسبب لك ان هو يدمع عينيكي قوي، او ينزل الدموع جامد، علشان انا اتخلص من الحاجه دي اعمل ايه؟ اما تستخدمي سكينه حاميه او حاده، او انك تحط البصل في التلاجة قبل ما تقطعيه. حط البصل في التلاجة قبل ما تقطعيه. تعالي نشوف الاخت اللي معانا دي بتوريكي دلوقتي الشوفان اهوت، اللي هو عباره عن قشور القمح بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده. بتشتريه طبعا من عند العطار، انا بوريهولك اهوت. ده مفيد جدا، قيمته الغذائيه عاليه، مليان معادن، وقيمته الغذائيه كبيره جدا، ويعتبر بروتين نباتي عالي في القيمه الغذائيه، ومناسب لمرضى السكر ولمحبي الدايت. بعمل ايه؟ انا عندي بصلايه بس كده متقطعها مكعبات صغيره، وحطيت معلقه زيت خفيفه على النار، وبعدين نزلت بالبصلايه وهبدا ادبلها بس شويه كده، وهوريكي بقيه الايه الصنف هيتعمل ازاي. طيب خليكي معايا، بنقول هنا اهوت انه ممكن كمان عشان تتخلصي من ريحه الدموع دهيت انك تقطعي البصل قدام المروحه. 3 حاجات اهمت عشان ما يسببلكيش دموع وانت بتقطعيه. اما تقعدي قدام المروحه وانت بتقطعيه، هيطير الغازات الطياره اللي هي بتسبب دموع العين وانت بتقطعي، او ان انت تحطيه في التلاجة لسه وهو ناشف كده قبل ما تقطعيه، يعني تحطيه في التلاجة شويه كده وبعدين تبداي تقطعيه، هيكون البروده بتاع التلاجة دبلته شويه، دبلت الغازات اللي موجوده فيه يعني. او تستخدمي سكينه حاده. خلاص، دي الحاجات الحيل اللي انت تقدري تستعمليها عشان تسهلي حياتك عليك. تعالي بقى، جبت هنا الصاج الجريل القمر اللي انت شايفاه ده، صاج كده من التيفال تقيل، بحطه على شعله البوتاجاز. بصي بقى، ولا فحم ولا دخان ولا فرن البوتاجاز، ما اكذبش عليكم يعني. الناس اللي بتجيب الانبوبه دلوقتي ب 150 جنيه وب 120 وب 130، واسعار طبعا بتختلف حسب كل منطقه والتانيه، اسعار غاليه جدا على الناس. عشان تشوي حاجه زي ده في فرن البوتاجاز بتستهلك لك نص الانبوبه، خلينا صراحه يعني. عشان تجيبي فحم وتولعي بتبهدلي الدنيا وتبهدلي بيتك، ودخان وعينيكي توجعك وتورم وتدمع وانت عارفه بقى اللي بيحصل بقى، تقعدي تبربري وتكتكي وتنفنفي قصاد الدخانه. فخلينا نعمل بطريقه سهله وبسيطه. انت ما عندكيش اللي هو القرص تيفال ده، هتجيبي اي صينيه تيفال عندك او اي صينيه غير لاصقه وتشتغل عليه. الصاج يا ست بتاع الخبيز اللي بتشتغلي فيه، صاج فرن البوتاجاز، وحطيه على البوتاجاز من فوق على النار، وابداي سخنيه قوي قوي واشوي عليه زي ما انا عملت كده. خدت الفراخ اللي انا كنت متبلاها بشويه التوابل القمر اللي انا وريتهم لك من شويه، وبدات احطها على الصاج ده بعد ما سخن قوي. وجبت بقى البصل القمر الجميل ده، قطعته الى حلقات سميكه شويه كده عشان اشوي شويه بصل جنبيها. يا الله على الطعامه، مش قادره اقول لك طعمها طالع عامل ازاي. البصل ده بعد ما يستوي ني كده، قسما بالله خيال. جربي مش هتندمي. هنا بقى طبعا شوحت البصلايه التانية عشان اعمل الشوفان. شوحت البصلايه في معلقه زيت كده لما تدبل بس. وهنا البصل ده لما يستوى، انا هنا بقول لك ان انا بغلي ميه عشان ايه اعمل بها الشوفان. ولا عايز شوربه ولا عايز مرقه ولا عايز اي حاجه في اي حاجه، زي ما انت شايفه كده. طيب تعالي نقول، لو انت عايزه مسام بشرتك، تعملي لها غلق او تغلقي المسام، هاتي حته تلج او مكعب تلج ومشيه على وشك كله، ده بيغلق، او جسمك كله بيغلق المسام. هنا انا حطيت بقى في على البصل اللي انا دبلتها، انا بوريكي طريقه عمل شوربه الشوفان اهوت. انا عملت ايه تاني؟ معلقه زيت او معلقه زبده او معلقه سمنه متوفر عندك، انزل فيها بصلايه متقطعه، اشوحها تدبل، انزل عليها بشويه كمون، انزل عليها بسنه من الكركم، وانزل عليها بسنه من الملح، وانزل عليها بسنه من الفلفل الاسود لو حبيتي، ما حبيتيش خلاص، بس هي اساسي الكركم والكمون خلاص، وسنه الملح. واروح نازله عليها بقى بالميه بتاعتي، واقلب بقى القمر الجميل ده. اول ما يغلي هنزل بالشوفان بتاعي، او تقدري تحطيه برده دلوقتي، مفيش اي مشكله خالص يعني. خلاص. انتبهي ان الشوفان ده بيستوى بيتقل، بيبقى عامل زي الجيلاتين كده، او عامل زي الجيلي، او عامل زي المهلبيه، فخدي بالك. فما تكتريش كميته. بص انا بحط كام معلقه على الشويه اللي انت شايفاهم دول، ما شاء الله، دول هيعملوا لي 4 5 اطباق صغيرين مثلا، اللي هم البولات اللي هم بتوع الجيلي وبتوع المهلبيه دول، او اطباق الرز بلبن بتاعتنا دي. هتروحي جايه حاطه حوالي من 4 ل5 معالق من الشوفان اللي انا وريتلك من شويه، وقلبي قلبي قلبي، وهدي النار وايه وغطي وسيبيه بقى يستوي براحته. بيتقل معاكي كده وبيديكي سمك سميك شويه. طيب عايزه اقول لك هنا انه عشان تصغري معدتك وتقللي شويه من بقك اللي عمال رايح جاي كده ياكل رايحه جايه على تفتحي التلاجة، تفتحي الحلل، تفتحي اي حاجه موجوده في المطبخ تفتحي وتاكلي. والفجعه بتبقى جايه لنا بالذات بالليل يعني، وخاصه من الناس اللي بتحب السهر وتسهر يعني. فعشان نصغر معدتنا شويه كده نعمل ايه؟ ازازه الميه بتاعتك اللي هتشربي منها طول اليوم، اعصري عليها
عصير ليمونه، حطي فيها ورقتين من النعناع وشرايح من الليمون، واقفليها كويس قوي طول اليوم، اشربي منها، دي بتصغر المعده. تعالي انا بوريكي هنا بقى عندي شويه من ورق العنب اهمت، كانت سطرين كده مفرزين، وقرنين من الفلفل الاحمر القمر الحلوين دول. فعملت بقى ايه حشوه المحشي، طبعا كلكم عارفين الحشوه وبتعملوها شطار ما شاء الله عليكم يعني. هبدا هنا ايه اعمل بقى شويه من المحشي مع قرنين من الفلفل كده، مع الحله زي ما انت شايفه كده، حطيت فيها حلقات بصل وحلقات طماطم في الارضيه بتاعتها، وهبدا انزل عليها بقى ايه بالمحشي بتاعي دهوت القمر. زي ما انت شايفه كده. خليني اديك المعلومه الكامله اللي هو ايه الحاجات اللي ممكن تعمليها اللي تفيدي بيها جسمك. طيب، لو انت هنا عايزه تخلي ريحه فمك عطره وجميله وحلوه قبل ما تنامي بقطنه كده، وتعملي مسحه بزيت الزيتون على الفم قبل النوم. طيب، عشان تبيضي اسنانك تعملي ايه؟ الملح والليمون، نص ليمونه كده وبليها في الملح الناعم ودعاكي بيها اسنانك. يا سلام على الجمال. ولا تقولي بقى معجون سيجنال 2 ولا سيجنال 1 ولا الافلام الكتيره بتاعتنا دي، ولا تروحي الصيدليات كل حاجه غليت فيها دلوقتي. طيب، الهالات السوداء اللي تحت عينيك، الناس اللي بتسهر او البنات اللي بتقعد تذاكر او الطلبه الشباب اللي بيسهروا ويذاكروا والاولاد وكده، تلاقي حوالين عينيها كده مسود من السهر، او الناس اللي كثيره التفكير، او الناس اللي كثيره الحزن والالم والوجع، ربنا يا رب يعافينا كلنا. الكلام ده كله عشان اشيل الهالات السوداء من تحت العيون. بجيب حلقات من البطاطس او البطاطا بيسموها في بعض الدول العربيه البطاطس، وبقطعها الى حلقات او شرايح كده، واحطها على عينيا كده بالحلقه الحدقه اللي حوالين العين، باللي هو الجزء اللي ايه تحت العين. ان شاء الله البطاطس دي هتشيل اي هالات سوداء. طيب، علشان العطر بتاعك اللي بتحطيه يكون فواح فواح لما تكوني قاعده في البيت يعني، او هتصلي، او قاعده في بيتك، او بتستقبلي مثلا صديقاتك او كده، احفظي ازازه العطر بالثلاجه لفتره، وبعد كده ادهني العطر ده في المناطق اللي فيها النبض، اللي هي عند منطقه معصم الايد، عند منطقة الإبطين، عند منطقة مثلا الرقبة، ورا الأذن، اللي هي مناطق اللي فيها النبض. طيب، عشان تعملي تقشير للشفايف، الناس اللي بتعاني من الشفايف الجافة، الشفايف اللي هي بتقشر منك، اللي بتشقق، احيانا في ناس بتوصل معاها تشقيق الشفايف لانها تجيب دم، والعياذ بالله ربنا يعافينا يا رب. فتعملي ايه؟ وخاصة في فصل الشتاء، تجيبي السكر مع زيت الزيتون وتدعكي بقى شفايفك، ده يعتبر مقشر طبيعي. طيب، الناس اللي بعد ما تعمل ازاله لشعر الجسم علشان تفتحي جسمك وترطبيه، تعملي مسحه كده بالنشا مع ميه الورد، هيساعد على التفتيح وهيظبط لك مسام الجسم بعد كده. الاول بتجيبي قطعه من التلج وتمشيها على جسمك، هيقفل مسام، وبعد كده تمسحي مسحه بالنشا وميه الورد، هتخلي جسمك تحفه، اللون مع الريحه قمر قمر قمر. طيب، علشان تخلي لون الكحل غامق قوي، حطي سن قلم الكحل على النار، بس مشيه على البوتاجاز على النار كده شويه، هيبدا يغمق معاكي، يبقى لونه اسود غامق. طيب، علشان يبقى فيه نضاره في بشرتك وفي جسمك، اشربي الميه دافيه وعليها معلقه من العسل. يبقى هنا كوبايه الميه الدافيه صباحا، ودوبي فيها معلقه من العسل صغيره كده واشربيها، وشوفي بقى نضاره جسمك، بس استمري عليها فتره يعني. هنا بقى طبعا بدأ البصل اهو يستوى بتاعي اللي انا حطاه، وادي الفراخ كمان استوت. طبعا بتبدأ هنا العصارة بتاعتها تنزل وتستوي تنزل وتستوي، لما تتك عليها كده تلاقيها ما شاء الله ما فيش اي عصارة تنزل فيها، وتلاقي لحمها استوى داب وبقى زي الفل. شفت القمر ده؟ بالله عليكي، ولا دخان ولا دهون ولا تشططه ولا زيوت ولا طرق بقى اللي هو البروستد ولا المقلي ولا مش عارفه المسبك ولا بصي، دي اكلات تصلح لفصل الصيف، خفيفه على المعده، حلوه لذيذه خفيفه سريعه وغير مكلفه. واعملي يا قمر بالشكل اللي انت شايفاه ده. طيب، علشان تثبتي نضاره بشرتك او وجهك يعني، تاخدي جزء صغير من الفازلين وتمشيه على وشك. طيب، الناس اللي بتعاني من التعرق الزائد او العرق الزائد، وخاصه في فصل الصيف، انا عندي هنا الشبه وجل الصبار. شبه وجل الصبار. الاسنان الصفراء نعالجها بايه؟ بالفحم مع معجون السنان. لو هتستعملي معجون سنان حطي معاه فحم. عشان تطولي شعرك بتعملي ايه؟ زيت روزماري، زيت سمسم، زيت خروع، كل الكلام ده بيساعد على اطاله الشعر.
بص بقى الصنف القمر الجميل بتاعنا دوت. ادي الشوربه بتاعه الشوفان، تقدري تعمليها سميكه وتاكليها بالمعلقه عادي، او تغمسيها لو عايزه بخبز وتقدري تشربيها بالمعلقه. وادي احلى شويه ورق عنب مع الحتتين الفراخ بتوعنا اليتامى الغلابه دول، مع بقى ايه حشوه البصل بقى، مع البصل مع الطماطم مع حلقات الليمون، القمر الجميله دهيت. وعارفين ان ورق العنب بيحب عصير الليمون، وعصير الليمون عليه بقى، وكلي احلى وجبه غذائيه قيمتها الغذائيه عاليه، وشكل وتقديم وطعم وريحه ولون. الف هنا وعافيه على قلوبكم. اتمنى ان اكون بقدر افيدك بمعلومه غذائيه وطبيه وصحيه ونفسيه واجتماعيه واسريه، لان زي ما قلنا قنواتنا منوعه، تخصصي اداره. وبالتالي فبديك المعلومات بشكل صحي وصحيح وبشكل علمي. بوريكي هنا المحشي القمر ده مستوي ومفلفل، ما بحبش المحشي معجن يا بنات، بحبه مفلفل كده، الرزه برزتها وبيمضغ حلو قوي كده، وريحته بقى مش قادره اقول لك، بص بدون افتكاسات وبدون اي حاجه، اكله صحيه. اجمل امنياتي لكم بدوام الصحه والسعاده. ما تنسيش تدعميني باللايك وتشتركي في قناتي، وتعليقاتك الجميله بتساعدني، ودعوه طيبه منك. الى اللقاء في فيديو اخر، مع